السلام عليكم ورحمة الله. البطل المصري أو الديناصور المصري حسن مصطفى أعلن انضمامه بالفعل لمدرب روني كولمان سابقا وبيج رامي حاليا تشاد نيكلز. قبل أي شيء ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تتابع كل أحداث كمال الأجسام. مبدئيا دي خطوة جريئة ومهمة جدا في مسيرة حسن مصطفى، وأنا متوقع إن حسن مصطفى السنة دي هيزعل ناس كتير خصوصا بعد المستوى القوي جدا الأخير، ولكن للأسف ما حالفوش الحظ في المشاركة في مستر أولمبيا، خصوصا إنه صعد لمستر اولمبيا من اول مشاركه ليه في اقوى تجهيزه عملها في حياته، ولكن ما شاركش لنفس السبب اللي خلاه يقرر يغير مدربه، وهي المشكله الصحيه اللي حصلت له في الكلى، والمشكله دي كانت كفيله انها تنهي على مسيرته نهائيا في لعبه كمال الاجسام. نتمنى التوفيق للبطل حسن مصطفى وبطلنا بيج رامي، واعتقد انكم هتشوفوا مفاجآت كتير جدا السنة دي واعداد ومستويات غير كل سنة، سواء على مستوى مصر او على مستوى الوطن العربي. تعال اقول لكم على اهم وافضل الوجبات قبل التمرين وبعد التمرين. بس قبل اي شيء اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان تتابع كل يوم معلومة جديدة. الاول تعالوا نشوف احنا محتاجين ايه قبل التمرين. الاجابة هي ان احنا محتاجين نعلي من مدى كفاءة وقوة التمرين، فبالتالي احنا محتاجين منتجات طاقة وتركيز، ودول هنقدر نحصل عليهم من الموز والشوفان والقهوة. تاني حاجة بعد التمرين، عاوزك تفهم ان الجسم بعد التمرين بيكون محتاج لحاجتين، الاولى هي ارجاع مستويات الطاقة اللي تم استنفاذها في التمرين، تاني حاجة محتاجين العناصر اللازمة لعملية البناء العضلي، والعناصر دي بتنقسم لثلاث اقسام: بروتين زي صدور الفراخ وخلافه، كارب زي البطاطس وخلافه، فيتامينات والياف زي الفواكه والخضار. لايك للفيديو واشتراك للقناة وتابعوا فيديوهات جاية كتير.